حسام حسن صارم وحازم وحماسي وعنده غيره وعنده ولاء وعنده انتماء. انا مش عايز فنيات، انا عايزه اللاعب راح فين، اجا منين، مشيت وسبت المعسكر ليه، خد شنطتك وامشي. حازم راجل ما بيظلمش، راجل بيتقي ربنا في عمله وفي شغله، عشان كده بورسعيد بتحبه. طبعا احنا كلنا فرحانين ان الكابتن حسام رجع لبيته، لان هي كيمياء خاصه بين جمهور بورسعيد وجماهير النادي وكابتن حسام، ويعني الحمد لله. فاحنا المطلوب اللي عارفين اللي فيه مدرب راجل واقف على الخط، عنده حماس، عنده انتماء للنادي ايا كان بيمسكه. اي نادي بيمسكه حسام حسن بيبقى عنده انتماء للمكان اللي هو فيه، بس هو في كيمياء خاصه بينه وبين جماهير النادي المصري. مطلوب زي ما هو راجل في الملعب، احنا كجماهير زي ما انت شايف الشغف الجماهيري اللي موجود، احنا رجاله في المدرج. عوده حميده للنادي المصري، في كيمياء ماشيه مع النادي المصري وكابتن حسام. ان شاء الله النتائج ان شاء الله تطلع في تقدم. احنا دلوقتي في المركز ال 14 تقريبا مع كابتن حسام. ان شاء الله احنا ناويين ننافس وداخلين على مراكز كويسه ان شاء الله، بس الاصابات ترجع واللاعيبه ترجع تبقى الدنيا كويسه معانا. والله هو كابتن حسام حسن يعني مطلب جماهير كل جمهور بورسعيد، لان هو مش بتربطنا بيه اي علاقه، ده يعني حبيب بورسعيد كلها، واحنا ما بنقدرش نستغنى عنه، لانه هو فعلا بتمشي معاه بورسعيد اكتر من اي حته، واحنا بنحبه وهو بيحبنا، فهو الروح كده بالنسبه لنا عادت للنسور تاني. انا الحمد لله مبسوط، وكنت مش مع ان حسام يمشي، بس الحمد لله ربنا كرمنا ورجع يدرب فريق، لان هي كلمه المصري ماشي مع حسام، وحسام ماشي كلمته ماشيه مع مصر، وهو مدرب حازم ويعني عارف الصح من الغلط في الموضوع ده. جمهور بورسعيد ما بيقبلش الا بالفوز، احنا ما بنقبلش الا بالفوز، جمهور عاشق لكرة القدم وبنحب بورسعيد، وبورسعيد هي النادي المصري، والنادي المصري هو بورسعيد. بورسعيد كلها في ظهرك، بورسعيد كلها بتحبك. احنا مش شايفين مدير فني تاني يقدر يشيل اسم النادي المصري، دافع عنه. مجلس الاداره معاك باذن الله، الجمهور كله وراك باذن الله. هترجع استقرار، هترجع انضباط للملعب، انضباط لغرفه اللبس، ودي اهم حاجه، ان يبقى في انضباط في غرفه اللبس، لان هي ديت مردودها كله هيرجع للمطوشه. يعني لما يبقى في انضباط في غرفه الملابس، يبقى في انضباط في الملعب، ودي اهم حاجه احنا شايفينها الكابتن حسام حسن يقدر يحققها باذن الله. عوده الكابتن حسام حسن هتبث الروح تاني للفريق، وتخلي الناس برضو تساند الفرقه وتقف ورا الفرقه، فعوده يعني كويسه، وان شاء الله تبقى انه نرجع المربع تاني بروح الحسام وروح الجماهير وراهم. بشكر اداره النادي المصري على عوده عميد العالم كابتن حسام حسن، وهو ده المناسب لنا في الوقت ده. وبشكر برضو المستر كمال ابو علي على اللي عمله معانا برضو، وربنا كده يوفقنا يا رب. حسن حميد الكره المصريه في بورسعيد والجماهير كلها بتحبه، وربنا يجعله نساعد عليه. احنا طبعا بندعم الكابتن حسام حسن في عودته للنادي المصري مره ثانيه، وفي النهارده مظاهره حب وتضامن من جماهير بورسعيد وجماهير النادي المصري لتصحيح الاوضاع باذن الله جوه النادي، وعوده النتائج الجيده ثاني بعد الاداء السيء اللي شفناه والغضب اللي كان عامم على الشارع البورسعيدي. وبنشكر مستر كامل ابو علي ومجلس الاداره على ان هم سمعوا لنا وسمعوا نداءات الجماهير ورجعوا الكابتن حسام والجهاز بتاعه، لان بصراحه احنا كميتنا متركبه مع الكابتن حسام حسن، في حب متبادل ما بيننا وما بينه. احنا بنحب اللي يحبنا، هو حسام كميته كلها مع بورسعيد، وشعب بورسعيد كله بيحبه، وان شاء الله هنرجع احسن من اول ان شاء الله.